أهلا بيكم. في عالم البيزنس المنافسة مش مجرد سباق، لا، دي حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. النهاردة هنفتح مع بعض ملف اسمه استراتيجيات حرب التسويق، ونشوف ايه الأسرار اللي بتخلي شركات تكسب وشركات تانية تختفي. والسؤال اللي قدامنا ده هو بالظبط جوهر الموضوع كله: هل السوق فعلا ساحة معركة؟ النهاردة هنكتشف ان الاجابة هي وبقوة، وهنعيد تعريف السوق: مش مكان للبيع والشراء، لكن ارض معركة حقيقية. طيب، الخريطة بتاعتنا النهاردة هتمشي ازاي؟ اول حاجة هنفهم طبيعة المعركة دي نفسها، بعدين هنشوف كتالوج الدفاع بتاع القادة عامل ازاي، وازاي المنافسين بيردوا بخطط هجوم ذكية، وهنتكلم كمان عن اللعيبة التانيين في السوق، وفي الآخر خالص هنختم بالعقلية الاستراتيجية اللي بتفرق بين النصر والهزيمة. يلا بينا ندخل في أول نقطة: السوق ساحة معركة حقيقية. خد بالك إن أغلب الشركات، لو مش كلها، عايشة في حالة صراع مستمرة عشان تاخد حتة أكبر من الكعكة، أو اللي بنسميها الحصة السوقية. طيب، ايه طبيعة المعركة دي بالظبط؟ في الأغلب هي حاجة اسمها منافسة احتكارية. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطة يعني في لاعبين كتير قوي بيبيعوا منتجات شبه بعض، بس مش زي بعض بالظبط. فكر فيها كده: سوق الموبايلات، المطاعم، كلهم في نفس الدايرة دي، والنتيجة صراع أبدي عشان كل واحد فيهم يلاقي ميزة تنافسية يخطف بيها العميل من التاني. والحاجة اللي بتأكد الفكرة دي بقوة وبصراحة هي اللغة نفسها، مفردات اللغة. لغة البيزنس أساسا متاخدة تقريبا من القاموس العسكري. لما بنقول حملة تسويقية أو استراتيجية نمو أو حتى ريكروتمنت للمواهب أو تجنيد للمواهب، كل دي مصطلحات عسكرية في الأصل. وده بيورينا قد إيه فكرة الحرب متأصلة في عقلية البيزنس. طيب، فهمنا طبيعة الأرض اللي بنتحارب عليها؟ دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن أهم لاعب في المعركة دي كلها: القائد. القائد هو اللي على القمة، وده معناه إن عنده أكتر حاجة ممكن يخسرها، وعشان كده تركيزه الأساسي بيكون على الدفاع مش الهجوم. يعني الهدف الأول والأخير للقائد مش إنه يكبر وبس، لأ، الأهم إن هو يحمي المملكة اللي بناها بالفعل. وعشان يعمل كده القائد عنده ترسانة أسلحة كاملة: 6 استراتيجيات دفاعية رئيسية. منها اللي بيكون مباشر جدا زي الدفاع الوقائي، وده انه يهاجم الاول قبل ما حد يفكر يهاجمه اصلا. ومنها حركات ذكية جدا زي التراجع الاستراتيجي، اللي ممكن يتخلى فيه عن ارض صغيرة عشان يحمي القلعة الكبيرة بتاعته. بس يمكن واحدة من اذكى واقوى الحركات الدفاعية دي هي اللي بيسموها الكاونتر اوفنسيف. دي مبنية على مقولة نابليون: خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. الفكرة هنا إن القائد لما بيتهاجم مش بيرد على الهجمة في نفس مكانها، لأ، ده بيروح يضرب المنافس بتاعه في أغلى حتة عنده عشان يجبره إنه ينسحب فورا. لكن في فخ كبير القادة دول ممكن يقعوا فيه، خطر خفي إنهم يفضلوا يكبروا حصتهم السوقية لدرجة إن هي تتحول لعبء عليهم وتقلل من ربحيتهم. وفي الحالة دي النمو بيبقى عامل زي الورم، عشان كده بنقول تورم مش نمو. طيب، سيبنا بقى من الدفاع وخلينا نروح للهجوم، للجزء الممتع بجد. الناس اللي هي التشالنجر او المنافس الطموح اللي جاي ياخد مكان القائد ويستولي على العرش، واحدة من اذكى خطط الهجوم هي الباي باس اتاك. والمثال بتاعها شركة الرشيد الميزان ضد شركة فيتراك بتاعت المربى. بيشرحها بعبقرية قوي. فيتراك كانت مسيطرة على السوق المربى ببرطماناتها الصغيرة اللي فيها قطع الفاكهة. هوب الرشيد الميزان عمل ايه؟ شاف نقطة الضعف دي، وبدل ما ينافس في نفس الملعب غير قواعد اللعبة كلها. نزل ببرطمانات حجمه الضعف وبمربى مهروسة زي بتاعة البيت،
وبكده أجبر فيتراك إنها هي اللي تجري وراه وتحاول تقلده، والنتيجة أظن بالأرقام بتتكلم عن نفسها. في 3 شهور بس الرشيد الميزان قدر ياخد 18% من السوق اللي كانت واخداه فيتراك. رقم مرعب ومثال حي على قوة الاستراتيجية الذكية. أكيد طبعا مش كل اللي في السوق يا إما قائد أو يا إما منافس شرس. ساحة المعركة دي فيها أدوار تانية كتير وجنود من كل الأنواع والأشكال. وهنا عندنا نوعين أساسيين تانيين: الفولورز والنيتشرز. الفولور أو التابع ده بيلعب في نفس الملعب بتاع الكبار، بيحاول يقلدهم أو ياخد جزء صغير من الكعكة بتاعتهم. أما بقى النيتشر أو المتخصص ده لاعب تاني خالص. ده بيشوف الزحمة فين وبيبعد عنها تماما، بيروح يخلق لنفسه سوق صغير جديد ويبقى هو المالك بتاعه. ولو بصينا على الفولورز دول هنلاقيهم مش كلهم زي بعض. اخطر واحد فيهم بالنسبة للقائد هو الادابتر ليه، لانه مش بيقلد وخلاص، لا ده بياخد من منتج القائد ويحسن عليه ويطوره. والشركات اللي بتعمل كده غالبا بتكون هي اول هدف للقائد عشان يستحوذ عليها. فاكر واتساب وماسنجر وفيسبوك؟ طيب كل اللي فات ده كان كلام عن الخطط والتحركات والتكتيكات، بس الأهم من كل ده هو العقلية اللي وراها، عقلية الجنرال اللي بيقود المعركة دي. وهنا بنوصل لأكبر غلطة ممكن أي حد يعملها في الحرب دي، إنه يخلي القرارات الاستراتيجية الكبيرة تتحرك بمواتير تكتيكية. يعني إيه؟ يعني يبقى الهدف كله هو ازاي ابقى ترند دلوقتي، او ازاي احقق التارجت الربع سنوي دلوقتي، وينسى تماما الصورة الكبيرة والحرب طويلة الامد. وده غالبا بينتهي بكارثة. المثال الكلاسيكي على الغلطة دي هو ان شركة تقلد التكتيكات بتاعة المنافس بشكل اعمى من غير ما يفكر. يعني لما برجر كينج مثلا يعمل اعلانات هجومية على ماكدونالدز، ده ممكن يبان حركة ذكية، بس هو بينسى حقيقة بسيطة جدا ومهمة: ماكدونالدز بيبيع أكتر من 27 مرة ضعفه. التكتيك اللي ينفع لبرجر كينج مش بالضرورة يكون منطقي لماكدونالدز. في النهاية فهم المبادئ دي بيخلينا كلنا، سواء أصحاب بيزنس أو مسوقين أو حتى موظفين، نسأل نفسنا سؤال مهم جدا في ساحة المعركة دي: أنا فين بالظبط؟ وايه هي استراتيجياتي؟ مش بس عشان انافس لكن عشان اكسب. شكرا لكم.